السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الشيف محمد سعد. النهاردة مع بعض هنعمل مع بعض طاجن بيض مع جديد أو الخليع. والخليع هو لحم، عبارة عن لحم مجفف. طبعا أنا عامل الخليع قبل كده، فهنشوف لكم عليه مع بعض كده واحدة واحدة. الأول نفهم موضوع الخليع. الخليع ده عبارة عن جزء لحم، واللحم ده بيتشرمل بالملحة والزيت والسودانية أو التحميرة، حسب ما كل واحد عايز المذاق بتاعه. نعمل بالليل مثلا، لو عملته بالليل تاني يوم أنا بنشره على حبل كده، وياخد الشمس. يجي بالليل أغطيه الصبح نفس القصة، فما يطلع معايا بنفس الطريقة دي كده مجفف. ده الجديد او الخليع. الحين اسوي بيض ازاي؟ انا بجيبه بنقعه في ميه الاول عشان يطلق الملح، يطلع الملح بتاعه. بعد كده بعد ما يطلع الملح بتاعه ابتدي انا اخده هنا اسويه شويه على الطاجن، وهنزل عليه البيض ونشوف مع بعض. ده معانا المقادير بتاعتها: ملح، معلقه كمون، زبده، فلفل، فلفل اسود او بيزار، بيض، والجديد، والطاجن. الطاجن على النار معانا هنا، هننزل عليه عشان يسخن. ننزل عليه معلقه الزبده، خليها تسخن، او السمنه البلدي حسب الموجود عندي. ده الجديد، انا مقطعه طريقات صغيره، قطع صغيره، فمش محتاج ان انا ازود ميه الاول ولا اي حاجه. حتى الملح انا اعمل حسابي ان ما احطش ملح كتير، لان هو الجديد اللحم نفسه فيه ملح. انا شلته من العظام، فلقيت حاجه زي كده دي عظام، مخليش فيه عظام. انا الجديد عندي هنا ما بياخدش، ممكن يومين. في السعوديه الجو حر جدا، عندي حاجات كتير طبعا بتتجفف على طريق الشمس بطريقه سريعه جدا عندي هنا، غير المغرب طبعا او غير اي دوله ثانيه. الحر عندنا هنا الفتره دي بالذات بيكون قوي، الشمس قويه جدا بالنهار، بتسوي البشر مش بتسوي اللحم يعني الجديد. بسم الله ما شاء الله، في التجفيف حاجه خطيره. برضو في حاجات انا عملتها على التجفيف، هنوريكم نجففها ازاي باذن الله، زي البصل، زي الثوم، زي الحاجات اللي كانت تتجفف برضو معانا لازم نخزنها مجففه. هنشوف شويه شويه، كل حلقه باذن الله هيكون فيها اشياء جديده وهنشوف مع بعض. ممكن استغنى عن الزبده، احط الزيت العادي، زيت نباتي عادي مش مشكله.
بس انا بشوف ان الزبده افضل، بتدي طعم افضل مع البيض. وكده هنزل مع البيض ومش هحرك تاني. كده اللحمه عندي خلاص تمام كده، تمام كده كويس. خليه انا عامله من القفص الصدري، فعشان كده مش هاخد معايا اي سوا. اللحمه بتاعت القفص الصدري ما بتاخدش سوا. كده هنزل البيض ومش هحرك خلاص. سيبه يستوي على نار هاديه بالراحه على كمون، ملح بسيط، شويه ديال البصل، اقدر اغطي الطاجن شويه. اهم حاجه العافيه تكون بسيطه او النار تكون ضعيفه تحت، علشان ما تكسرش معايا الطاجن وفي نفس الوقت يطلع الشيء مظبوط يعني. طبعا انا هنا الفتره ديت هحكي لكم عن موضوع الخليع انا بجيبه بعد ما بجففته خلاص، بلفه زي كده في مناديل في علبه، وبحتفظ عليه بيه في فريجو، بيفضل معايا الفتره اللي انا عايزها وزياده كمان، يعني معاك من الموسم للموسم بالطريقه ديت. ده الاحتفاظ بيه او طريقه التغليف بتاعته، ودي انضف طريقه يعني او احسن طريقه انا شفتها. الطاجن شغال معانا اهو.
انا بحركه كده من تحت بس علشان ما يتحرقش مني البيض من تحت، وفي نفس الوقت انزل اللي هو لسه ما استواش تحت شويه. وكده الطاجن خلاص. الصحة والراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش معانا تفعلوا زر الجرس بإذن الله معانا ومشاركة، واشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.